السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نور القاضي من مطبخ نور القاضي. هنعمل النهاردة كفتة الرز مع رز بالشعرية. هتعجبكم قوي، جربوها. جبت بصلاية كبيرة ضربتها في الخلاط، فرمتها كويس قوي عشان ما تبانش في الصلصة. طبعا كفتة الرز دي انا كنت عامله لكم طريقة الكفتة نفسها في فيديو تاني. دلوقتي بقى احنا هنطبخها. بعد كده اما فرمت البصل شلته وفرمت مكانه الطماطم وزودت لها شويه ميه. ممكن تضربيها في الخلاط او بالهاند بلندر لو عندك. صفيتها بقى كويس بالمصفى. لازم ما يكونش فيها اي تكتلات كده خالص. جبت حله بقى حطيت فيها البصل مع مرقه دجاج مع شويه فلفل اسمر مع شويه كمون، واسيبهم كده اللي ياخدوا لون. وبعد كده نزلت بالطماطم، هقلب كويس المكونات دي مع بعض. وحطيت معاها معلقه صلصه. هنيجي بقى للكفته. انا كنت مفرزاها في الفريزر، طلعتها وشويه زيت وصبعتها كده، بس خلوا يعني الصابع يكون رفيع عشان هو هيتخن شويه في الزيت. هنقليها بقى. لازم تنزلوها على زيت سخن جدا، يعني يكون بيقدح كده، وما تقلبوهاش الا لما تمسك نفسها. دلوقتي هي مسكت نفسها، نقلبها تقليبه بسيطه كده. وادي شكلها. ما تحمرهاش قوي عشان هتغمق اكتر في الصلصه، فما تحمرهاش قوي، يا دوبك تاخد لون كده وتقرمش. بوريها لكم من جوه مستويه اهي. الصلصه بقى قطعت فيها شويه مكعبات بطاطس، احنا بنحبها كده. ممكن تعمليها من غير بطاطس عادي. واول ما البطاطس تبدا بقى تدخل في السوا، هننزل عليها بصوابع الكفته، ونسيبها بقى مع بعض كده يتعرف كل المكونات على بعض. وعملت جنبها رز بالشعريه، وادي شكلها بعد ما خلصت. ممكن تعملي بقى بتنجان او مخلل جنبها، هتعجبكم او جربوها. سلام.